بسم الله حبيبي تلاميذ الصف الخامس، يا رب تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو النهاردة عن عملية الضرب باستخدام نموذج التجزئة. يعني ايه تجزئة يا ميس؟ يعني مثلا لو اداني مثال اوجد حاصل ضرب 42 في 38، يعني هجزأ، يعني هقسم الاعداد ده كل رقم فيها بقيمته، وبعدين ارجع اضرب الارقام في بعضها وارجع اجمعها. طب بس مش فاهم برضو يا مس، تعالوا نشوف. لو انا عندي 42 في 38، انا هقسم ال 42 ده للرقمين دول كل واحد بقيمته. يعني الاتنين دي في خانة الأحاد تبقى بكام؟ باتنين زي ما هي، أقول له زائد الأربعة في خانة العشرات تبقى بكام؟ ب40، 2 زائد 40. طيب نفس الكلام ال 38 هتبقى 8 زائد 30. وتعالوا بقى نضرب ازاي؟ هقول لك، هبدأ أقول 8 في 2، يبقى أنا كده جزأت العدد، وبعدين هرجع أضرب 8 في 2، 8 في 40. تحت منها أقول له هنا بيساوي، أقول له هنا بيساوي، وبعدين 30 في 2، خلاص هي 8 كده خلصناها، 30 في 2، وبعدين 30 في 40. يبقى أنا كده جزأت العدد وضربته أرقامه كل رقمين في بعض. يبقى أنا هجزأ العدد، يعني هكتب كل رقم في العدد بقيمته، الاتنين باتنين، الأربعة ب40، وبعدين هرجع أضرب كل رقم في الرقم التاني بتاع العدد التاني زي ما عملنا كده هنا، وارجع أطلع الناتج وأجمع. تمام. نضرب بقى الاتنين في 8 ب16، التمانية في 40 بحط الصفر، تمام اهو تحت الستة، والأربعة في 8 ب32. وناخد بالنا جدا جدا واحنا بنكتب الارقام ان يكون الارقام تحت بعضها، الاحاد تحت الاحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، وهكذا. الاتنين في 30 بحط الصفر، والاتنين في 3 ب6. ال40 في 30 بحط الصفرين، والاربعة في 3 ب12. خلاص، وارجع اجمع كل دول هيتجمعوا ايه على بعض، كل دول هيتجمعوا على بعض. 6 وصفر 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 هي الستة، 1 و2 3، 3 و6 9، 9 وصفر هي التسعة، 3 وصفر أو 3 ومفيش، خلاص هي التلاتة. ممكن أحط صفر هنا عشان يبقى 3 وصفر هي التلاتة، واتنين يبقوا 5. طيب 1 ومفيش حاجة فوقه خالص أهي، يبقى 1. يبقى ناتج الضرب بتاعي 42 في 38 طالع 1596، وده كده الضرب بالايه؟ بالتجزئه. طب لو اخدنا مثال تاني كده خفيف عشان نعرف كمان المثال كمان اهو. لو قلت لك مثلا مثلا 30 او مثلا 35 في 15. تعالوا نشوف اهو، ال 35 في 15 هعملها ازاي دي يا مس؟ اقول لك تمام. وممكن نزود كمان رقم، ممكن نزود كمان رقم، نخلي مثلا هنا 235 اهي في 15، نكبرها شويه اهي. طيب نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هنجزء العدد، يعني هنقسمه الارقام كل رقم بقيمته. الخمسه دي بقى 5، زائد التلاتة في خانة العشرات تبقى ب30، زائد الاتنين في خانة المئات تبقى ب200. طيب ال15 5 في الأحاد ب5، زائد 1 في العشرات ب10، وابدأ أضرب كل رقم في أرقام العدد التاني كلها، كل رقم في أرقام العدد التاني كلها. إزاي؟ هقول له 5 في 5، وبعدين 5 في 30، وبعدين 5 في 200. هكمل هنا، وبعدين أرجع 10 في 5، وبعدين 10 في 30، وبعدين 10 في 200، وأطلع الناتج. 5 في 5 ب25، 5 في 30 بحط الصفر، والتلاتة في 5 ب15، 5 في 200 بحط الصفرين، والاتنين في 5 ب10. نيجي هنا، خلاص، ال5 في 10 ب50،
30 في 10 ب300، بحط الصفرين والتلاتة اهي، تمام. وال10 في 200 بحط التلات اصفار، والواحد في 2 ب2 اهي ب2000. نجمع دول ونجمع دول ونجمعهم على بعض يديني الناتج. طب تعالوا كده نجمع. 5 وصفر وصفر هي 5، خلينا نحط هنا 2 و5 7، و7 وصفر هي 7، 1 وصفر 1، 1 ومفيش هو الواحد. طب هجمع دول واحط الناتج تحت دول، خلاص. 0 وصفر وصفر هو الصفر، 5 وصفر وصفر هي ال5، 3 وصفر هي ال3، خد بالك اهي، 2 ومفيش هي ال2. احط الناتج واجمع، يبقى انا جمعت دول حطيت ناتجهم هنا عشان بس ايه مش تحت بعض، وجمعت دول وحطيت ناتجهم هنا واجمع. 5 وصفر هي 5، 7 و5 12، 2 وبطلع بالواحد، 1 و1 2 و3 5، 1 و2 3. يبقى ناتج ضرب 235 في 15 اداني كام؟ 3525. وده كده اسمه خلاص، اسمه الضرب باستخدام نموذج التجزئة، يعني تقسيم الأعداد إلى أرقام، كل رقم بقيمته بقيمته تبعا لقيمته المكانية، بقيمته تبعا لقيمته المكانية. ده كده الجزء ده الدرس بتاع الضرب بالتجزئة. يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما ننساش إن شاء الله نفعل الجرس وانتظروني في باقي الدروس. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.